عارفة ايه أسوأ أنواع الأذى؟ مش أذى الناس ليكي، ده أذاكي انتي لنفسك. في 6 حاجات لو لسه بتعمليهم انتي كده بتستنزفي طاقتك وبتدمري نفسيتك بالبطيء. بس بعد ما عرفتي قيمتي حلفت مستحيل أعملهم تاني. ركزي معايا عشان الفيديو ده ممكن يكون الإشارة اللي انتي مستنياها عشان تفوقي وتختاري نفسك. هاتي قهوتك أو مشروبك المفضل ويلا نتكلم من القلب بهدوء. وأول نقطة في فيديو النهاردة الجلد الداخلي، يعني تبطلي كلام سلبي مع نفسك. لو صاحبتك غلطت بتطبطبي عليها، بس لو انتي اللي غلطتي بتسلخي نفسك حرفيا. تقعدي تقولي أنا فاشلة، أنا مش كفاية. الكلام ده عقلك بيصدقه وبيتحول لحقيقة. من النهاردة أي جملة سلبية قولي عكسها. قولي أنا وقعت بس هقوم وهبدأ من جديد. ونيجي بقى للنقطة التانية، إني أخلف وعودي مع نفسي. عارفة لما تقولي هبدأ دايت، هسيب العلاقة دي وههتم بنفسي وما تعمليش حاجة منهم، عقلك بيبدأ يحس ان كلامك ملهوش قيمة. والثقة بالنفس بتتبني من التزامك بكلمتك قدام نفسك. ابدأي بحاجات صغيرة وتافهة جدا، بس التزمي بيها كل يوم. النقطة رقم 3، التبرير وإثبات قيمتي للناس. عمري ما هحاول أثبت لحد إني كويسة أو أستاهل أتحب. اللي عايز يفهمني غلط يتفضل. إني أجي على نفسي عشان أراضي الكل وأخاف أقول لأ، دي أكبر جريمة. اتعلمي تقولي لأ لأي حاجة ما بتناسبكيش من غير ما تحسي بذرة ذنب. النقطة رقم 4، التمسك بالعلاقات اللي بتشفط طاقتي. مش لازم العلاقة يكون فيها خناق وشتيمة عشان تبقى مؤذية. كفاية انك تبقي دايما حاسة بالتوتر، مش متقدرة، او بتبذلي مجهود جبار عشان العلاقة دي تفضل عايشة. الشفاء الحقيقي بيبدأ لما تقطعي العلاقات دي مهما كان قلبك متعلق بيهم. ونيجي بقى للنقطة ال5، ان استخسر في نفسي. بتصرفي صحتك ووقتك وفلوسك على البيت والشغل والكل، وبتيجي عند نفسك وتقولي لا ده دلع ملهوش لازمة. الاستثمار في نفسك مش رفاهية، ده حفاظ على روحك. سواء كان دوت أكل صحي أو وقت وراحة أو حتى هواية، انتي أهم مشروع في حياتك. ونيجي بقى للنقطة ال6، السعي للكمال. محدش بيتولد حكيم، كلنا اتعلمنا من الوجع والخذلان والتجارب. مش لازم حياتك تبقى مثالية، ولا لازم الناس كلها تفهمك صح. يكفي انك تكوني حنينة على نفسك وواقفة في صفها مش ضدها. سابع حاجة، اني اقارن كواليسي بمسرح غيري. السوشيال ميديا خلتنا طول الوقت بنقارن أسوأ لحظاتنا بأحلى لحظات في حياة الناس التانية. بطلت أراقب مين سبقتني ومين اتجوزت ومين نجحت. عرفت ان لكل واحدة فينا توقيت، وسباقي الوحيد هو مع نسختي بتاعة امبارح مش مع اي حد تاني. رقم 8، ان اقبل بالفتافيت، سواء بقى فتافيت اهتمام او وقت او مشاعر. زمان كنت ممكن اقبل اي حاجة عشان ما احسش بالوحدة، بس لما عرفت قيمتي فهمت اني استاهل التورتة كلها. يا اما علاقة مليانة تقدير واحترام ووضوح، يا اما بلاش منها احسن. النقطة رقم 9، ان اعمل نفسي مش شايفة. عارفة لما عقلك يديكي انذار ان الشخص ده مؤذي او نرجسي او بيستغلك، بس انتي بتكدبي احساسك وتقولي بكرة هيتغير. بطلت اعمل كده. الاحساس الاول دايما صح، اللي بدايته تبرير او اعذار كتير نهايته وجع قلب. اما النقطة ال10، التفكير المفرط وجلد الذات على الماضي. يا ريتني قلت كذا، يا ريتني ما عملت كذا. الدايرة دي بتشفط الروح. الماضي ده مدرسة نتعلم منها، مش سجن نفضل حابسين نفسنا فيه.
سامحت نفسي على اختياراتي الغلط، وده لأن وقتها كان أقصى وعي عندي، وإني أدي فرص لا نهائية لناس ما بتتغيرش. التسامح حاجة حلوة، بس لما اللي قدامك يكرر نفس الغلط ونفس الأذى وهو عارف إنه بيوجعك، هنا الفرصة التانية بتبقى إهانة لنفسك. قفلت أوكازيون الفرص، وبقى عندي قاعدة الغلطة اللي بتكسر الثقة ملهاش إعادة، أو إني أعتذر على حاجة مش غلطتي. متخيلة إن في بنات بتعتذر لمجرد إنها طلبت حقها، أو بتعتذر عشان عبرت عن رأيها. بطلت أقول أنا أسفة عمالة على بطال، استبدلتها بشكرا إنك فهمت موقفي. عايزة أقولك إن الكاريزما كلها بتبدأ لما تبطلي تعتذري عن وجودك وعن حقوقك، أو إني استنى فارس الأحلام أو المنقذ اللي هيجي يغير حياتي ويفرحني. مفيش حد هيجي يطبطب على جروحك ويبنيكي من الصفر غير نفسك. انتي البطلة بتاعت قصتك، وانتي المنقذ الوحيد لنفسك. لما اعتمدت على نفسي بقيت أقوى وأسعد بكتير. أو لما أحس بالذنب لما أفصل وارتاح. دايما كنا متربيين إن الست الشاطرة هي المكنة اللي شغالة 24 ساعة في البيت والشغل، ولما تقعد تشرب كوباية شاي تحس إنها بتعمل جريمة. راحتك دي شحن لطاقتك عشان تقدري تكملي، مش كسل ولا تقصير. أو مثلا لما أمثل إني قوية طول الوقت وأكتم زعلي، ودي بقى اسمها الإيجابية السامة اللي بتخليكي تضحكي وانتي من جواكي بتعيطي. بتجيب أمراض. لما بزعل بدي نفسي مساحة أزعل وأبكي وأخرج الكبت ده، لأن الاعتراف بالضعف في أوقات معينة هو قمة القوة. أو إني أستمر في مكان أو علاقة بتأذيني لمجرد إني اتعودت. الخوف من التغيير بيخلينا نرضى بالأذى المألوف ونخاف من المجهول. بس صدقيني اللحظة اللي بتاخدي فيها قرار تمشي من مكان مش بيقدرك، هي دي اللحظة اللي بتبدأي فيها تعيشي بجد. وعايزة أقولك حاجة، حبك لنفسك مش فيديو تحفيزي بتسمعيه وتتحمسي دقيقتين. دي رحلة عمر بتتعلمي فيها تختاري نفسك كل يوم. لو الفيديو ده لمس حاجة جواكي شاركيه مع صاحبتك اللي محتاجة تسمعه، واشتركي في القناة عشان نفضل دايما نفكر بعض بقيمتنا. أشوفكم في الفيديو اللي جاي على خير. سلام.